السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده مهم جدا، هنتكلم عن احداث الاسبوع بالتفاصيل. اسبوع احداثه كتيره جدا ويلا بينا. البدايه في كاس العالم للانديه وخساره الاهلي من فلامينجو، كانوا بيلعبوا على الثالث والرابع 4-2 كده. الاهلي اخذ المركز الرابع، طلع الاخير. الماتش الاخير ماتش النهائي طبعا كان ما بين الهلال السعودي وريال مدريد، انتهى 5-3. ريال مدريد البطل والهلال الوصيف، وده كان كاس العالم للانديه وخلصناه. هندخل في الدوري الانجليزي الجوله 23، والجوله كان فيها ماتشات مهمه جدا ومفاجآت بالجمله. بدايه تعادل تشيلسي مع ويست هام 1-1، وده كان ماتش قوي جدا جدا جدا. الماتش اللي بعديه كان تعادل ارسنال مع برايتفورد 1-1. اما الماتش فوز مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد 2-0 بعد ما كانوا متعادلين في الماتش المؤجل من الجوله من الدور الاول. وفوز مانشستر سيتي على استون فيلا 3-1. وطبعا كان في الماتش ايفرتون وليفربول، والماتش ده كان قوي جدا، ديربي قوي جدا. ديربي مدينة ليفربول انتهى 2-0 ليفربول، وصلاح سجل هدف وكده. وكان في ماتش مهم جدا ومفاجأة كبيرة، وهي خسارة توتنهام من ليستر سيتي 4-1 مع الرأفة. كده خلصنا الدوري الانجليزي الجولة 23. كان في ماتش بقى قمة تاني، ارسنال ومانشستر سيتي مؤجل من الجولة ال 12. ده كان بيتلعب يوم الاربعاء. الماتش ده كان قوي جدا جدا، وانتهى فوز السيتي 3-1. والسيتي هو اللي سجل الاول، دي بروينا، بعدها تعادل ساكا ضربة جزاء. كده جريليتش في الدقيقة حاجة و70، والهدف الثالث هالاند جابه في الدقيقة 82. كده السيتي متصدرة 51 نقطة، والوصيف أرسنال 51 نقطة، نفس عدد النقط بس فرق الأهداف. وأرسنال لها ماتش مؤجل لسه. فكده السيتي هو المتصدر، وهالاند 26 هدف، ودي بروينا متصدر الأسيستات 12 أسيست. فده كان الدوري الإنجليزي كده كله. هندخل الدوري الأسباني الجولة 21، وفوز برشلونة على فياريال 1-0 بهدف لبدري دقيقة 18. وفوز ريال سوسيداد على اسبانيول 3-2 بالعافية. وريال مدريد رجع بعد ما رجع من كاس العالم للانديه، لعب ماتش في الدوري، لعب إلتشي وفاز 2-0، فاز 4-0. فده كان الدوري الاسباني. هندخل بقى كده، خلصنا الدوري الاسباني، هندخل على الدوري الفرنسي. وكان فيه مفاجأة كبيرة جدا، خسارة باريس سان جيرمان من موناكو 3-1. دي كانت مفاجأة جدا. وهندخل بقى خلاص دوري ابطال اوروبا دور ال 16. هنتكلم عن الماتشات اللي اتلعبت الاسبوع ده. كان في باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وانتهى فوز بايرن ميونخ 1-0 بهدف لكومان في الدقيقة حاجة و50. وبايرن ميونخ عمل ماتش قوي، وباريس ضيعت فرص كتيرة جدا جدا، واتطرد بافارد الباك بتاع بايرن ميونخ في الدقيقة 90. وكده ده الماتش الذهاب. لسه هنشوف العودة ايه اللي هيحصل فيه الأسبوع اللي بعد الجاي. أما الماتش التاني بروسيا دورتموند كان بتلاعب تشيلسي، فوز بروسيا دورتموند 1-0. ماتش اي سي ميلان وتوتنهام، وانتهى فوز اي سي ميلان 1-0. والماتش الأخير بنفيكا كلوب بروج، وانتهى فوز بنفيكا 2-0. وكده خلصنا دور 16 ماتشات دور 16 الاسبوع ده دوري ابطال اوروبا. هندخل على الدوري الاوروبا اليوروبا ليج، وكان ماتش قمه ما بين برشلونه ومانشستر يونايتد، وانتهى 2-2. تقدم برشلونه بهدف لماركوس الونسو، تعادل راشفورد، وبعد كده برشلونه سجل هدف لنفسه، كوندي سجل هدف لنفسه بالخطا. دي كده برشلونه تعادلت برافينيا الدقيقه 77. الماتش انتهى 2-2. كانت بتلعب في الكامب نو، والعوده الاسبوع الجاي، وبرشلونه لازم تكسب هناك او تتعادل 2-2 ويلعبوا اكسترا تايم. فده اللي هنشوف بقى ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. وده كان ملخص الاسبوع بالكامل باهم الاحداث وكل حاجه. طبعا المنظر العام كده هنتكلموا عن كذا حاجه. ماتش ارسنال والسيتي، السيتي كانت مأمنه كويس، قفلت، كان ماتش قوي بين الاثنين. طبعا هنتكلمنا عليه، بس هنتكلم بس عن شويه احداث كده حصلت فيه. ماتش كان قوي. ارسنال كانت بتلعب على ملعبها، كانت بتهاجم جامد جدا جدا. السيتي قفلت كويس وسجلت واخدت اللي هي عايزاه من الماتش. وكان في حصل ما بين دي بروين وارتيتا مدرب ارسنال، اللي هو خبط معاه، اللي هو اتخانق معاه يعني، زق وكده. ودي كناش عايزين، دي نرفزه ملعب يعني ولا حاجه. بس وفي الاخر هم طالعين اتصالحوا وكده، سلموا على بعض، كناش عايزينها تحصل. فده كان الماتش كان قوي جدا جدا، صراع القمه. فده كان الاسبوع كله.
طبعا لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعني بقى على كل السوشيال ميديا هتلاقيها في الديسكربشن. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.